بكلمات مشحونة بالحماس والأمل يوجه مدرب منتخب الناشئين سامر فضل حديثه للاعبيه في ختام معسكر محافظة أبين بعد شهر كامل من فترة إعداد شاقة على ملاعب أندية عرفان وفحمان في مدينتي لودر ومودية، والتي تحولت إلى ساحة إعداد متكامل في أجواء جسدت عزيمة ناشئي اليمن على الظهور المشرف. الحمد لله نحن وصلنا لهذه المرحلة، استعسكرنا في عدن والآن في لودر، وإن شاء الله ننهي الختام في لودر، وإن شاء الله السفر قريب السعودية يعني. والحمد لله تعبنا واجتهدنا، وإن شاء الله نلقى العناء هذا كله في النهاية إن شاء الله اللقب ونفرح الشعب. الحمد لله كملنا الاستعداد في محافظة أبين، ونشكر الجهاز الفني والطبي والإداري. البرنامج الإعدادي تواصل بتدريبات صباحية ومسائية ركز خلالها الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية وصقل المهارات الفردية والجماعية وتعزيز الانسجام بين خطوطي الفريق، تحضيرا لمواجهة استحقاق خليجي هو الأول لهؤلاء الفتية الذين يحلمون بكتابة بداية مشرفة. الحمد لله احنا في استعداد لكأس الخليج، ان شاء الله ان احنا نقدم كل ما لدينا، ان شاء الله ان احنا نشيل بطولة، والرجال ان شاء الله ما يقصروا مع المدربين والجهاز الفني والاداري. كل التوفيق باذن الله للجهود. شكر العرفان لابناء ابين عامه وخاصة المنطقة الوسطى ما قدموه لنا. شكر وعرفان للاتحاد العام الذي كان يتابعنا ويسهل أمورنا. نتمنى يعني حضور السلطة المركزية مع المنتخبات الوطنية بشكل دائم يعني. الجماهير هنا لم تغب، فأبناء أبين احتضنوا المنتخب بحفاوة كبيرة وحرصوا على متابعة التدريبات بشغف متواصل ليؤكدوا أن كرة القدم بالنسبة لليمنيين رسالة أمل ووحدة تضيء القلوب وتجمع الطموحات.